الله نظن اخر مقابله بصح كانت عندها طابع نظن كمقابله في وسط الموسم، كانت فيها نديه كبيره. بدينا اللقاء بقوه، نظن كانت عندنا فرص عديده، ولو انه فريق اتحاد العاصمه كذلك كانت عنده فرصتين في بدايه اللقاء، لكن نظن تسجيلنا الهدف في الشوط الاول تقريبا منحنا بعض الراحه يعني من الناحيه الفنيه. الشوط الثاني كنا اكثر ديناميكيه، حافظنا على البنيه الدفاعيه والتكتل الدفاعي تاعنا من اجل لعب الهجمات المرتده اللي سمحت لنا في الاخير بس نسجلوا 3 اهداف مع تضييع ضربه جزاء. نظن كانت النتيجه تكون اثقل، لكن تبقى نتيجه ايجابيه في نهايه المشوار من اجل بلوغ 40 نقطه. نظن في موسم صعب، لو تحصلنا يعني على في مرحله الذهاب على عدد نقاط اكبر كان سيكون اليوم ترتيبنا افضل بكثير مما نحن عليه اليوم، لكن الجميع مشكور في هذه المده، وان شاء الله نتمنى القادم افضل للفريق نتاعنا. الفريق في مرحله الذهاب نظن لما نهى الشطر الاول ب 18 نقطه في البطوله الجزائريه شيء متعارف عليه، انك لما تنهي الشطر الاول 18 نقطه راح تلعب على تفادي النزول في الشطر التالي. لو الفريق تحصل اقل شيء على 24 نقطه نظن اليوم بعد الحصول على 22 نقطه مع ولو انه عدد الهزائم كان كبير جدا مقارنه لكن 40 نقطه نظن في موسم يبقى صعب مليء بالمشاكل والضغوطات. تبقى انه بدايه مرحله الاياب كانت صعبه بالنسبه لنا، ضيعنا فيها عديد النقاط لانه كانت غابت علينا اللياقه البدنيه والذهنيه للفريق باش لقينا لا فورم سبورتيف. نظن ضيعنا الشهر ونصف من مرحله الاياب مع نتائج متذبذبه حتى مع توالي جولات باش لقينا روحنا. نظن الكثير من الامور اللي يجب تفاديها مستقبلا حتى الفريق، لانه صراحه الفريق مرهق ويحتاج الى نهضه كرويه على جميع الأصعدة حتى يقدر يحقق نتائج إيجابية ترضي طموح الجماهير، لأنه صراحة ما كانش جمهور في العالم يصبر أكثر من مدة 20 سنة باش يحصل على لقب. كل الفرق الجزائرية تحصلت يعني على نجاحات. فريق مولودية وهران مدينة كبيرة عريقة تحتاج إلى هكذا نجاحات حتى يكون الجمهور، لأنه الجمهور الوحيد اللي نظن بالموازاة مع الفرق الكبرى اللي يقدر يملأ الملعب يعني في داخل الديار، ويقدر حتى يتنقل معك بأكثر من 10,000 مناصر في خارج الديار لما تكون الفريق في أفضل أحواله. نتمنى إن شاء الله هذه الأمور تتغير إن شاء الله في الفترة القادمة، لأنه الوقت ضد الفريق. مشكل تقني إداري، لا ما نقدروش نقيموا الأمور لحد ساعة. نتكلموا عن الأمور المدة تلعب ألقاب سمحت تلعب على البقاء، تحتفل بالبقاء. لا احنا ما نحتفلوش، لا عيب بالنسبه للفريق مولودية وهران انه نحتفلوا. احنا ما نحتفلوش، احنا جينا من اجل مهمه، لقينا الفريق ب 18 نقطه بالعديد من الصعوبات اللي وجدناها، تاقلمنا مع الوضعيه، صححنا الامور، وجدنا يعني التوليفه المناسبه باش نحققوا نتائج ايجابيه. صح انا واحد من الناس، انا مناصر قبل الفريق قبل ما نكون يعني فني، ما نقدرش انا اليوم نقول لك راني فرحان، انا فرحان بالاداء تاع الفريق في اخر مقابله فقط بصح باش نقول لك انا فرحان بالنتيجه لانه حققنا البقاء. انا متاسف جدا صراحه. فريق مولودية وهران ما لازمش يحتفل بتحقيق البقاء. فريق مولودية وهران بحاجه الى نجاح، هذه المدينه بحاجه الى نجاح، والجميع جميع مكونات المدينه كلها لازم أن تفهم باللي هذا النادي إذا ما أراد التتويج يجب تكاتف الجميع، لأنه صراحة كان الأمور من العديد التي يجب تفاديها 26 سنة من الأمور. نظن حان الوقت الفريق باش يغير تركيبته ويغير أموره حتى تصلح الأمور على جميع المستويات. شكرا.